السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ هنتكلم بقى عن الكابتن العظيم اللي بيفهم واللي غيره ما بيفهمش، رضا عبد العال. يا كابتن رضا، انت عايز تطلع تتكلم وبس؟ انت عايز تطلع تعمل هليله، وعايز تطلع بس تعبي هوا زي ما بيقولوا كده في الاعلام؟ هو ده بس اللي انت عايزه؟ عايز تعمل مشكله من لا مشكله؟ الناس عماله بتقنعك انه ده مش تسلل، وعمال تقول لك والخطوط وكذا وكذا، وانت مصمم على اللي في دماغك. انت اللي في دماغك مصمم عليه. انا عارف ان انت عارف انها هدف صحيح وانها مش تسلل، بس انت عايز تطلع عشان تبقى ترند وعشان الدنيا كلها تسمعك ويقولوا الحق شوف رضا عبد العال بيقول ايه، الحق رضا عبد العال بيقول كذا. ارحمنا بقى، ارحم عقولنا شويه يا كابتن رضا، ارحم عقولنا. انت كنت في الاول الناس بتطلع تضحك وتهزر معاك وبتاع وكلام من ده، بس انت بصراحه زودتها زياده عن اللزوم. انت زودتها، والحاجه لما بتزيد عن حدها بتتقلب لضدها، فالناس بدات ما تتقبلكش. خدها مني، الناس بدات ما تسمعش، بدات تقول ده راجل هجاص. هو للاسف انت عارف نفسك كمان، يعني حتى الناس لما بتقول هجاص انت عارف نفسك، بتطلع تتكلم وتطلع ترد. وهو انت مستني اقول لك؟ انت بنفسك قلت على نفسك هجاص. فربنا يرحمنا كده من الاعلام اللي ملوش اي لازمه عندنا، وقاعد يتكلم في الكوره عمال على بطال، وهو ولا يعرف حاجه عن الكوره. بس كده، شكرا ليكم، سلام.